مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. نحييكم وهذا موجز لأهم أنباء المصرية ليوم الأحد 15 من أكتوبر لعام 2023. تقدمه لكم فاطمة علاء. وبداية مع الأخبار السياسية المحلية. مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية. بدء حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بجامعة المنصورة. وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة للتشاور حول التصعيد بالأراضي المحتلة. حالة الطقس غدا الاثنين في 16 من أكتوبر لعام 2023، درجات الحرارة تصل ليلا 17. ومن الأخبار العالمية، فلسطينية ترفض الرحيل رغم القصف الإسرائيلي العنيف. سأبقى هنا حتى يأتيني الموت. طوفان الأقصى ينهي الوفاق الحساس بين روسيا وإسرائيل. الصين: الظلم التاريخي ضد فلسطين لا يمكن أن يستمر. الرئيس السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي. وأخيراً، وزيرة الصحة الفلسطينية: 50% من شهداء الغارات الإسرائيلية نساء وأطفال. وإلى أخبار الفن. وفاة الإعلامية اللبنانية جزال خوري بعد صراع مع مرض السرطان. إليسا ونانسي عجرم وفيفي عبده من بينهم. النجوم ينعون الإعلامية جزال خوري: سنفتقد وجودك في الحياة. تأجيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية تضامناً مع فلسطين. هند صبري تعليقاً على أحداث فلسطين: أرفض أن أختار من سأحزن على أطفاله. وأخيراً، أحمد فهمي يؤدي مناسك العمرة ويدعو لأهالي غزة: اللهم انصر أهلنا في فلسطين. وإلى الأخبار الرياضية. منتخب مصر بالأحمر والجزائر بالأخضر في ودية بالغد. لتحفيزه، فيتوريا يدعو حجازي للتواجد في معسكر المنتخب وحضور ودية الجزائر. عبد الظاهر السقا: أتعجب من مستوى فتوح أمام زامبيا. توم سانت فيت للمصرية: مجموعة جامبيا صعبة وسعيد لمواجهة السنغال. حسام المندوه خارج سباق انتخابات الزمالك. حصرياً، عبد المجيد سليم للمصرية: حسام المندوه محترم ولا تعليق على أحكام القضاء. ميسي يقود أول جولة دولية لنادي انتر ميامي في الصين. بنزيما: سكان غزة ضحايا القصف الظالم. وأخيراً، بقميص الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لدعم غزة، مواقف إنسانية وحدت الجماهير على حب شيكابالا. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز أنباء المصرية. دمتم في أمان الله، تحياتي وإلى اللقاء.